بيقولوا ان العدسه هي عين الكاميرا، بس حد سأل نفسه العين دي بتبص على ايه واحنا مش واخدين بالنا؟ سنه 2004 شاب اشترى كاميرا مستعمله من سوق قديم، ولما صور بيها اول صوره لخطيبته الصوره طلعت وهي غرقانه في دمها. الغريب بقى ان كانت البنت بتضحك قدامه واقفه زي الفل. بعد 10 دقايق حصلت حادثه، والمشهد اللي كان في الصوره اتحقق بالحرف. بص، الموضوع ده مش سحر. في عدسات بيبقى فيها عيوب تصنيع في الطبقات الزجاجيه، دي يخليها تعمل حاجات اسمها لايت ليكس او تسريب ضوئي بيشوه الصوت. الشاب ده اكيد شايف تخيلات بسبب العدسه المكسوره، وعقله الباطن ربطها بالحادثه. صدفه مش اكتر. صدفه؟ طب فسر لي ليه كاميرا الموت اللي كانت في مستشفى مهجور في روسيا الممرضين لقوا كاميرا قديمه اللي كان بيتصور بيها بيموت بعد 24 ساعه. الشرطه لما فحصت العدسه لقوا ان هي مش مصنوعه من زجاج عادي، فيها انسجه عضويه، كأن اللي صنعها كان قاصد يخلي الكاميرا تحس باللي قدامها. انسجه عضويه؟ انت دخلت في خيال علمي. تقنيا العدسه عباره عن مرايات بتعكس الضوء بس خليني اقول لك ان في حاجه في الفيزياء اسمها انكسار الزمن، ودي موجوده في العدسات المحدبه جدا. نظريا العدسه ممكن تلمح طيف الضوء قبل ما يوصل للعين، بس انها تلمس الروح دي مستحيل. المستحيل هو اللي حصل في تجربه كيرليان. صوروا بني ادم بكاميرا عدستها متغطيه بماده كيميائيه معينه، ولقوا حاجه طالعه من جسمه لحظه موته. العدسه مش بتصور، العدسه بتسحب حته من طاقه المكان. وانت يا اسلام، الكاميرا اللي بتصورنا بيها دلوقتي دي متاكد ان انت بتتحكم في العدسه بتاعتها؟ انا بنظف العدسات دي كل يوم، بس النهارده وانا بنضفها لمحت عين بتبص لي، بس لما ركزت شويه طلع انعكاس عيني في العدسه. العدسات الممسوسه مش اسطوره، دي حقيقه بتراقبنا من ورا الازاز. لو الكاميرا بتاعتك صورت حاجه ما كانش المفروض تشوفها، اهرب وما تبصش وراك. سلام.